السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنتكلم عن أداء النادي الأهلي. أداء النادي الأهلي فترة متذبذب، مرة يفوز مرة يتعادل. إيه سبب النادي الأهلي مستواه ضعيف في الأيام دي؟ هل الإدارة؟ هل كولر؟ هل الاتنين مع بعض؟ أول حاجة، النادي الأهلي أي فريق محترم بيتكون من لعيبة محليين ولاعيبة أجانب. اللعيبة الأجانب في النادي الأهلي ملف اللعيبة الأجانب في النادي الأهلي عليه علامات استفهام، سواء اللعيبة الموجودة حاليا أو اللعيبة اللي مشت أو اللعيبة اللي النادي الأهلي مش عارف يجيبها. النادي الأهلي حاليا مفيش ولا لعيب أجنبي في قائمته بعد إصابة يحيى عطية الله. طب النادي الأهلي أنت حاليا محتاج تدعم في اللعيبة الأجانب دي اللي هتضيف للنادي الأهلي. طب لو جينا بصينا النادي الأهلي عندك أشرف داري، وأشرف داري المفروض النادي الأهلي كان لازم يراجع الملف الطبي للاعب قبل ما يجيبه، بدليل إن أشرف داري ما لعبش ماتشين كاملين على بعض مع النادي الأهلي. وأشرف داري في الماتشات المهمة اللي أنت كنت محتاجه فيها ما لعبش، سواء في مباراة الانتر كونتيننتال أو سواء في مباريات الكاس السوبر مع نادي الزمالك. عندنا يحيى عطية الله اتصاب حاليا. انت رضا سليم مشى، رضا سليم رفعته من القائمه وبيرسي تاو مشى. انت عندك حاليا ثلاث اماكن فاضيين في القائمه، ثلاث اماكن اجانب. طب النادي الاهلي المفروض يدعم صح. يعني ايه يدعم صح؟ يعني مثلا يشوف الاماكن اللي هي محتاجه تدعيم ضروري وتجيبها، او مش متوفر. يعني المكان ده في مصر، يعني إيه مش متوفر المكان ده في مصر؟ يعني اللاعب اللي في مصر كلهم زي بعض، فانا اجيب لاعب اجنبي هو اللي يضيف. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال رقم 8، المركز رقم 8 في مصر ده، عندك إيه؟ المواهب نادره فيه، عندكش غير امام عاشور. فانا ممكن اجيب النادي الاهلي محتاج لاعب وسط رقم 8. ليه بقى؟ لان لعيبه نص الملعب اللي في النادي الاهلي كلهم لعيبه سنيده بلغه الكوره. يعني إيه سنيده؟ اخرهم يستلموا ويستلموا، تسليم وتسلم. يعني اللعيبه عندنا تسليم وتسلم ده اخرها. اللعيب اللي بيضيف الوحيد هو امام عاشور. فالنادي الاهلي محتاج لعيب رقم 8 بالاضافه الى ايه؟ امام عاشور. طب ايه المركز الثاني اللي النادي الاهلي محتاجه؟ مركز الاجنحه. ليه مركز الاجنحه؟ الاجنحه كلها عندنا مضروبه بالنار. رضا سليم خلاص اترفع من القائمه، بيرسي تاو مشى، احمد عبد القادر مشى، ظاهر محمد طاهر ايه بيلعب ماتش و20 لا، ليه 4 سنين مستواه على مستواه، ليه 4 سنين ولا 5 سنين في النادي الاهلي مستواه على علامه استفهام. عندك حسين الشحات برضه مش بيطمن، ماتش وماتش لا، ماتش كويس وماتش وحش. النادي الاهلي محتاج يبقى تدعيم في ايه؟ في مكان الجناح. محتاجين نجيبوا 2 اجنحه اجانب يضيفوا للنادي. والنادي الاهلي حتى الان النهارده 20 يناير والنادي الاهلي مش عارف ايه ياخد خطوه ايجابيه ويجيب لعيبه تضيف في المركز ده. طب احنا نسال نفسنا سؤال، هل مركز المهاجم انا اروح اجيب مثلا مهاجم زي وسام، ولا اجيب مهاجم مثلا صغير في السن وجيده تحت السن، او مهاجم صغير في السن بس يكون ايه مثلا، يعني مثلا فلسطيني، لاعب مش هياخد مكان اجنبي، بحيث ناخده المكان الاجنبي ده وايه ونجيبه في اي مركز محتاجه النادي الاهلي. لانك انت عندك مركز المهاجم ده زي مركز حراسه المرمى، مش بيبقى فيه تبديل كتير. فانت تجيب مهاجم مثلا يكون زي وسام ابو علي في نفس الكفاءه وتركن واحد فيهم وتدفع له بالدولار. اصل انت هتغير الخطه مثلا وهتلعب ب2 مهاجمين لو انت جبت مهاجم عالي؟ فهو ده برضه السؤال. فانا ممكن اجيب مهاجم ممكن يكون واعد، يعني حاليا مستواه ممكن يكون معقول، يعني كويس، مستوى كويس، بس مش اللي قاعد وسام، وياخد إيه فرصه تدريجي تدريجي لغايه ما يلعب ويثبت نفسه. وانا اجيب لعيب مكان واخد مكان اجنبي اضيفه إيه في القائمه، اخد مكان اجنبي ادعم بيه الفريق في مركز ثاني. بس كده. تاني حاجة عاوزين نتكلم فيها بخصوص علي معلول. أنا راجل أهلاوي وبحب علي معلول، بس إحنا لا يصح إلا الصحيح. علي معلول ادى للنادي الأهلي أسطورة من أساطير النادي، بس خلاص المدرب بتاعك قال لك أنا هلعب بيحيى عطية الله ومش محتاج علي معلول. خلاص ما ينفعش أنا أجبر المدرب إنه يجيد علي معلول. أنا مش النادي الأهلي، أنت عدد الأجانب بتوعك 5 بس مسموح لكل فريق يداعم بيهم. يعني عد غنماتك يا جحا. ففي مراكز أولى، ما ينفعش اجيد 2 باك ليفت في الفريق. مع احترامنا لعلي معلول ادى النادي والنادي اداله. النادي برضه ما سابش علي معلول. النادي الاهلي في فتره اصابه علي معلول وقف في جنبه، وقف في ظهره، ووقف مع اللاعب. فحاليا المدرب خلاص مش عاجب علي، يعني مش عاجبه علي معلول، ودي سنه الحياه. فخلاص احنا النادي الاهلي قال لك انا عاوز يحيى عطيه الله، خلاص يبقى المدرب نجيدوا له يحيى عطيه الله. لان النادي الاهلي فيه
انت محتاج الاجانب، الدعم بالاجانب في اماكن تاني النادي الاهلي محتاجها. بس كده، والسلام عليكم.